يا ترى هل عمرك وافقت على حاجة معينة انت من جواك مش مقتنع بيها، بس وافقت لأن كل الناس كانت موافقة على نفس الحاجة؟ لو حصل معاك كده فده بالظبط اللي اسمه ظاهرة الانصياع للسلطة أو الجماعة أو سلوك القطيع. وده فصل مهم جدا في الكتاب أنت لست ذكيا إلى هذا الحد. يعني ايه انصياع؟ الانصياع معناها انك تسيب حكمك العقلي والمنطقي وتتبع رأي او تصرف جماعي او تصرف لسلطة ما، حتى لو انت من جواك مش مقتنع بالامر ده، لمجرد ان الاغلبية ماشية في السكة دي وخلاص، او لانك خايف يتقالك لا من الناس، او خايف من الرفض الاجتماعي. في تجربة مشهورة اتعملت في الستينات، جابوا متطوعين وقالوا لهم ان انتوا بتساعدوا في تجربة ليها علاقة بالتعلم. كل اللي طالبينه منكم ان انتوا بتسألوا شخص اخر، كل واحد فيكم بيسأل شخص اخر من وراء زجاج معين، بتسألوه اسئلة معينة، وكل ما بيجاوب غلط انتوا بتتكوا على الزرار اللي قدامكم اللي هو بالتبعية بيعمل له صدمات كهربائية، فده بيزعله او ده بيقلمه شوية ورا كل اجابة غلط هو بيعملها. طبعا الصدمات الكهربائية ديت كانت تمثيل، ما كانتش حقيقة، بس كان مطلوب من الشخص الاخر اللي هو بيجاوب غلط ان هو يصرخ او يمثل ان هو فعلا اتأذى. تخيلوا معايا كده كم واحد من الناس اللي عملوا التجربة وافق ان هو يأذي او وافق ان هو يعمل صدمات كهربائية للشخص الاخر مع علمه ان هو ممكن يصرخ او يتضايق. الغريب ان اكتر من 65% من الناس كملوا للاخر، يعني فضلوا مكملين وعمالين يضغطوا على الزرار اللي بيعمل صدمات كهربائية للشخص الاخر، فضلوا مكملين لنهاية التجربة اكتر من 65%، مع علمهم ان الشخص الاخر عمال يصرخ وهو عمال يتألم مع انه كان بيمثل، بس هم مش عارفين كده وعمالين يقلموه خلاص. يا ترى ده ليه؟ لانهم كانوا منصاعين لسلطة ما قالت لهم او لسلوك القطيع، لان الناس كلها قدامهم كانت بتعمل كده رغم ان ده كان ضد قناعاتهم. وده بيفسر حاجات كتيرة قوي بتحصل حوالينا، لما موظف معين يبدأ يوافق على ظلم زميل ليه لمجرد ان المدير قال كده، او ناس تدخل ترندات في السوشيال ميديا فيها تنمر وتبدأ تتنمر على الناس التانية لمجرد ان الناس كلها بتعمل كده، او لما طالب يخاف ان هو يعترض على غش جماعي بيحصل في اللجنة لمجرد ان هو خايف لحسن يبقى منبوذ او مرفوض اجتماعيا، او سلوكيات كتيرة قوي بتحصل حوالينا. الشخص اللي بيرمي زبالة في الشارع لمجرد ان الناس كلها بتعمل كده، الشخص اللي بيعمل كلاكسات كتيرة قوي في العربية لمجرد ان الناس كلها بتعمل كده، الشخص اللي بيعمل تصرفات وعادات معينة هو مش مقتنع بيها لمجرد ان الناس كلها بتعمل كده. المشكلة هنا مش في الناس، المشكلة ان دماغنا بتحب الاحساس بالامان والاحساس بالانتماء، حتى لو ده هيخلينا نعمل حاجات مش صح. في دراسات كتير قوي اتكلمت عن ضغط الجماعة، وازاي ان لما ممكن عدد كبير قوي من الناس يقنعوهم ان او يقولوا لهم في تجربة معينة انتوا بتمثلوا معانا، وفي واحد دلوقتي خاضع للتجربة هو ما يعرفش ان انتوا بتمثلوا معانا، واحنا هنقول لكم الالوان ديت ايه وانتوا هتجاوبوا اجابات غلط عشان نشوف الشخص اللي واقع في التجربة هو هيجاوب زيكم ولا لا. الغريبة ان معظم الناس اللي وقعوا في التجربة بشكل فردي ما يعرفوش ان الاخرين كانوا بيمثلوا مع اصحاب التجربة، قالوا الالوان الخاطئة لمجرد ان الناس التانية قالت الوان معينة او اجمعوا عليها، فقالوا الابيض اسود وقالوا الاسود ابيض لمجرد ان العدد الكبير من الناس كان بيقول نفس الحاجة. ده انصياع وسلوك قطيع وسلوك تابع للاغلبية. الخلاصة هنا ايه؟ ان لو لقيت نفسك بتقول ماشي وانت من جواك مش مرتاح، اسأل نفسك تاني، هل ده رأيي فعلا ولا انا بعمل كده عشان الناس كلها بتعمل كده وخلاص؟ كل مرة لازم تراجع فيها نفسك، لانك لما بتعمل كده انت بتقوي جهاز المناعة العقلي بتاعك ضد الانصياع التلقائي.
مهم قوي ان انت تراجع حساباتك تاني. لا يكن احدكم امعة، اذا احسن الناس احسن واذا اساءوا اساء، ولكن وطنوا انفسكم، اذا احسن الناس ان تحسنوا واذا اساءوا ان تحسنوا ايضا. اياكم وسلوك القطيع.